صراحه ما عرفتش شنو غادي نقول لكم ولا منين غادي نبدا. هي صراحه غير التليفون باش نحطو بهذه الطريقه هذه نهضر معكم ولات كتجيني صعيب بزاف. كما كتعرفوا هذه مده وانا غابره على السوشيال ميديا تقريبا شي شهر ونص ما بارطاجيت معكم شي حاجه. ملي جات هادشي زاد على حدو اضطريت انني نطلع ونهضر معكم على ثلاثه الحوايج. اول حاجه الصحافه والباجات اللي كيخرجوا كلام مزيف بلي انني معتقله. ثاني حاجه بغيت نهضر على راسي ونهضر على ايوب بالنسنس. كيف ما كتشوفوا هذا كتاب الله، اقسم بجلاله الرحمن ثم اقسم بالله العلي العظيم بغيت العواش تخرج فيا، بغيت ربي يهمني من جوج العينين اللي كنشوف بهم. عمري في الحياه ديالي ما بعت الشرف ديالي ولا عطيت راسي لشي واحد ولا عملت شي حاجه حرام ولا داكشي كامل اللي كتظنوا فيا انا اللي خصو بصح يعمل ويمشي مع هذا وهذا. وكيف ما كتقولوا انا فيا وفيا وفيا، تراني بقيت في ديك البلاد اللي فيها كل شيء ساهل وفيها كل شيء فابور. شتي ديك الارض ديال الفساد واللي مبلي واللي كل شيء. انا سمحت في كل شيء وجيت بحالي حدا ماما وخاي. انا في المغرب بلا ورق بلا والو كنبغي نهضر. شوفوا اقسم بالله ما كنحرك يدي ولا شي حاجه حيت هادشي كيضرني انا بزاف. برك غير الندمه اللي فيا انني رجعت بلا وراق، برك غير المسؤوليه اللي عندي، الهم اللي عندي كنفكر بزاف. فبلا ما نبقاو تزيدوا بنادم وتحطموا بنادم ربي اللي يعلم به. اقسم بالله اي واحد كيجرح شي واحد اي واحد كيقول شي كلمه ماشي هي هذيك في شي واحد راه كديو اثم كبير بزاف مع الله. انا الحاجه الوحيده انني كنعمل اللي ما كتعملوهاش نتوما ولا كتسموها نتوما غلط هو انني كنجي جود كيف ما كنقولوا، كنجي فاز. انا الحاجه اللي عندي في الواقع كنحط لكم في المواقع، ديما كنجينيش كنخباشي. كيف ما كتعرفوا مؤخرا حطيت واحد الفيديو مع ايوب بالنسنس وشفتوا من موراها شنو وقع. حاجه وحده اللي غنقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل واحد بواحد بكم. اقسم بجلاله الرحمن ما بيني وبين ايوب بالنسنس شي حاجه. حق المصحف الكريم اللي كتشوفوا في يدي كيف ما قلت لكم والله يعيني من هاد جوج العينات اللي كنت كنكذب عليكم. ما طرات بيناتنا انا وياه شي حاجه في ديك الجزيره، وكاينين الناس كانوا في ديك الجزيره وبغا يطلعوا لهم هاد الفيديو هذا وغادي يشهدوا لهاد الهضره اللي كنقول انا. شحال من واحد كان كيقولوا شادي ما عندها والدين، واش ما عندها عائله، واش ما عندها اخ. نتوما راعيتوا الوالدين ديالي، نتوما راعيتوا لعائلتي. ها الاي اي اللي كيخدم الاي اي اللي كيعمل شي تصور ماشي هما هادوك، اللي كيستريمي كلشي طالع على الموجه كلشي كيطعم في الشرف ديال البنت. هادوك الباجات والصحافه اللي ناضوا دابا حاليا كيقولوا تم الاعتقال شيماء اسطوره مع ايوب بالنسناس في خلوه واحده يمكن ولا في منزل واحد. انا اللي نقدر نتابع هاد الباجات والصحافه هادو اللي كيخرجوا هاد الكلام مزيف. خصكم تحاسبوا غير هادو، خصكم تتابعوا غير هادو اللي كيخرجوا دائما اشاعات وكلام مزيف على الناس. انا ما تعتقلت ما تشبرت ما حتى شي حاجه، انا غابره على السوشيال ميديا على النفسيه ديالي. انا مريضه مع راسي ربي اللي عالم بيا كنحاول نداوي راسي. وبالنسبه للاعتقال ديال ايوب في مرتل فعلا هاد الهضره هذه كاينه. ايوب تعتقل من وسط الدار اللي ساكنين فيها حنايا في مرتل بالضبط في حي الديزا. ايوب جا يتغدى معنا حتى جا وقعوا عليه القبض الامن الوطني. حنا ما كناش عارفين باللي رشاش وحتى هو كذلك ما كانش عارف راسو باللي رشاش. كنا كنتغداو حتى دخلوا علينا الامن الوطني هزوه من قلب الدار ديالنا في مرتل بالضبط في حي الديزا. وكاينين الناس شاهدين على هذا الشيء هذا. ما كنتش انا وياه في خلوه واحده، كانت معايا ماما كان خاي كانوا الفاميليا ديالي كامله كانوا العيال خالتاتي وديما كان كيجي كيبات معنا كيتغدى معنا مسكين دوز معنا العيد. كيف ما قلت لكم هذا اللي كاين. ما هذوك اللي كيقولوا الفساد والى اخره. انا قلت لكم انا ما نغادمش معكم طبيب شرعي. انا لقيتوني بلا بكره ديالي انا قلت لكم لا انا ديوني عطيني حتى 10 سنين الحبس ما عنديش الجرام ديال المشكل. انا قلت لكم اقسم بالله لا بعيده كل البعد على هذا الشيء. جا عندي استقبلته عندي هنايا في مرتل في تطوان، جا عندنا للدار ديالنا والحومه ديالي شاهد على اللي كنقول. كيدخل معايا ويخرج معايا وامام الملأ اللي كيعمل ما كيبينش. ماشي على قله الضيوع عطا الله الضيوع ديال الكرا. انا جبتو استقبلته عندي في الدار ديالنا عند ماما عند خاي عند خوالي عند العائله ديالي كامله. عيد معانا ذبح معانا هادشي كامل دوزو معايا. ايوب الراس ما يعليه شي فيك، الصوت ديالو ما تسمعوش في الدار. الولد الدرويش الله يعمر راس لا ماشي كيف ما كتشوفوه في المواقع ولا هاد الهضره دابا اللي كتدور عليه. فعلا هو غلط عمل واحد غلط اللي ما كانش خصو يدار وحنا مع القانون، ولكن اللي غلب يعرف ان الله غفور رحيم. الانسان كيغلط اصلا ديك الولد راه ماشي عادي. راه كان كيقول لي شيماء انا ماشي طبيعي انا مريض انا شنو فيا انا ما كنعملش داكشي الخاطري. قسما بالله كيعمل الخير مع الناس كيتعامل مع الناس هادشي كامل كشهاده حق وكنشوفو بعيني. ملي كان معايا هنا شنو كان كيتعامل مع الناس. نسيتوا الايامات اللي كان كيديكم في المغامرات، نسيتوا شحال من مره اكتشفنا معاه شحال من بلاصه، نسيتوا شحال ضحكنا، نسيتوا شحال من اكتشافات شفناها معاه. صافي نهار اللي طاح كيف ما كيقولوا مني كطيح البقره كيكثروا الجناوه. كلشي ولا ضده كلشي ولا باغي له الحبس كلشي كيطلب له 5 سنين علاش هاد الولد شنو عامل. حنا مع القانون فعلا هادشي ما خصوش يدار. علاش هاد الناس هادو كاملين ضده؟ واش انت تبغي راسك الحبس؟ حنا ملي كنطيحوا في مشكل ولا في شي موقف غير الوالدين ديالنا اللي كيبقاو
بقاو تابعيننا ومجرجرين مورانا. الام ديالو في واحد الحاله اللي اقسم بالله ما تبغيهاش العدوك. ايوب بالناس نص عرفناه مغامر، عرفناه كامل المغامرات، ماشي حتى اليوم ولا البارح عاد غادي يعمل هذا الشيء هذا من زمان يا رحمن. بغى يحط عليا التهمه ديال الفساد في هذا الشيء دابا اللي طاري حاليا. الحمد لله حنا في بلاد القانون وفي بلاد التطور، كاين طبيب شرعي، كاينين بزاف د الحوايج اللي كيثبتوا البراءه ديالي وكيثبتوا باللي انا الحمد لله ما عملت حتى شي حاجه، صافيه مع راسي وصافيه مع ربي ومع الوالدين ديالي. نتوما اللي كتبقاو طيحت بعائلتي طيحت بالوالدين ديالي، الوالدين ديالي وعائلتي عارفين شنو ساويه في الواقع. في المواقع ما كيهمهم والو. نقيو القلب ديالكم، غسلوه شويه، الصابون رخيص فابور، جبروا القلب ديالكم وغسلوه وغسلوا دقمكم. راه طير تطير وتأدي في الناس وتطعن في الشرف ديال الناس، راه غتجي فيك لا ما جاتي فيك تجي في الوالدين ديالك ولا في ولادك، راه فيك. هاد الشهرين هادي داز عليا كحلم مني رجعت بحالي المغرب وانا اللور صدمه مورا صدمه، مشاكل مورا مشاكل، ما حياتك الدار، ما حياتك المسؤوليه، ما حياتك المشاكل ديالك، ما حياتك الاكتئاب اللي فيه. ما لقيت حتى شي واحد في جنبي، هذيك اللي كانت كتقول انا حتى ابي بحال الناس صوني اللي كنت تسولك، مشى لي التليفون، مشى لي باسبور، دوزت اكفس ايام حياتي قسما بالله. مني كنت في اسبانيا كلشي شيماء وحنا معاك وكذا، اين فوا هبطت بحالي المغرب قسما بالله لا عرفت شحال من واحد على الحقيقه ديالو. يشوفوا الانسان دايز من واحد الفتره اللي صعيبه ولو غير ابل واحد غير يواسيك، غير يطبطب عليك ويطمئنك ويقول لك دابا ان شاء الله يكون خير. والرسول كان كيقولوا فيه راه يرضى الناس غايه لا تدرك. كيف ما عملتيها مزيان عملتيها خايبه غادي غيهضروا فيك. اللهم شد ودنك وشد عينك وشد دقمك وسير في الطريق ديالك. هذا اللي كاين الاخوان نتمنى تفهموني، والله نتمنى تفهموني، حيت قسما بالله ما كنعمل شي حاجه خايبه.